السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة إن شاء الله هنتعرف على العامية الألمانية اللي هي لغة الشارع. Umgangssprache. Umgangssprache اللي هي لغة الشارع أو العامية الألمانية. هنتعرف النهاردة عن مقطع فيج اللي هو بيجي مع الأفعال لما بينضاف ليها فبيخلي الفعل ده تغنباخ. المقطع ده لوحده ممكن استخدمه وليه كذا استخدام في العامية. أول حاجة إن أنا لو قلت مثلا mein Handy ist weg معنى كده إن التليفون ضاع. mein Handy ist weg فمعنى كده إن التليفون بتاعي ضاع. تمام كده. طيب كلمة فيج ممكن استخدمها بطريقة تانية برضو او في حاجة تانية. ان انا لو مثلا عايز اقول محمد مشي او احمد مشي فاقول محمد استفيج يعني مشي، احمد استفيج يعني احمد مشي. تمام كده. طيب ممكن استخدم فيج بطريقة تانية برضو، اللي هو انا مثلا لو انا في الشغل بتاعي مثلا واحنا قاعدين مثلا وليكن بناكل او حاجة، فواحد زميلي جنبي ففي مثلا عايز يديني كيس او ورقة مثلا عايز يقول لي ارميها، فبيقول لي فيج فيج، اللي هو بياخدها يعني بيديها لك ويقول لك فيج يعني ارميها. تمام كده. حاجة تانية كمان ان فيج كمان ممكن استخدمها بمعنى وسع. انا مثلا في شغلي فانا واقف مثلا بعمل ايا كان انا بعمل ايه، ففي زمايلي مثلا واقفين جنب بعض فانا عايز اقول لهم وسعوا فبقول لهم فيج فيج يعني وسعوا. تمام كده. بس طبعا يعني كلمه فيج اللي هو بمعنى وسع دي مش ينفع استخدمها في الشارع او لو انا في وسيله مواصلات او كذا وعايز اقول لناس ان انا عايز اعدي، لا بتقول لهم انشنجونج معذره يعني، فبيبدا ان هو يوسع لك وبتعدي. تمام كده. لكن ما ينفعش استخدمها لان طبعا اي حد انت ما تعرفوش لازم تكلمه بصيغه الاحترام. تمام كده. فدي كان نظرة سريعة كده على كلمة فيج لأنها مستخدمة كتير في العامية. أتمنى تكونوا استفدتوا وإن شاء الله أقابلكم في فيديو جديد وفي معلومة جديدة إن شاء الله. وههتم إن شاء الله بالأومجانجسيشباخ لأنها بتبقى مختلفة شوية عن الهوخ دويتش أو الهوخ شولا اللي هو الألماني اللي هو بتاع الجامعي أو الأكاديمي يعني. فطبعا هاكد على الحاجات دي ودي هتفيدكم جدا في التعامل لو حد يعني عايز يسافر هنا يجي المانيا او الكلام ده، فده طبعا هيفيده كتير. وحتى لو حد هيشتغل كول سنتر فالحاجات دي برضه هتفيده ان هو هيسمعها منهم. فاتمنى تكونوا استفدتوا واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله.